السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بكم معايا في فيديو جديد. لو انت اول مرة تشوفي قناتي، انا مجنة ودي قناتي يوميات ومجنة، بقدم روتينات تشجيعية. اتمنى لو عجبك الفيديو تحطي اللايك وتشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل روتين تشجيعي بعمله. زي ما انتم شايفين كده الروتين النهارده بره المطبخ، الحمد لله، عشان خلاص بس ايه، اطلعكم كده من جو المطبخ والكركبه اللي كانت حاصله في الشقه بسبب المطبخ. روتين النهارده روتين كده فيه بلبطه وميه. زي ما انتم شايفين كده حمام متبهدل. هتقولي لي حمام مين ده يا ام جنى؟ ده مش حمام الشقه، من الحمامين اللي في الشقه تواليتات. القعده العاديه دي ده فين الحمام ده؟ الحمام ده حمام الشغل. حمام الشغل يعني انا فاتحه محل وده الحمام بتاعي. حمام خاص بيا انا وبناتي، وممكن برضو لو حد مثلا عندي من الجيران آه، حب مثلا عنده محل وما عندوش حمام او كده، حب يدخل الحمام برضو، بعد اذنك يا مجنى ندخل، ما فيش مشكله عادي، بسيبه يدخل الجيران لبعضيها. طبعا بما ان في كمان برضو حد ممكن يدخل غيرنا، فلازم الحمام طول الوقت يكون نظيف. هتقولي لي ايه اللي وصله معاكي للطريقه دي؟ طبعا انتوا عارفين الكركبه اللي انا فيها بقالي يجي اسبوعين مثلا بسبب المطبخ. ان انا بعمل مطبخ جديد المونتيل، فمكركب لي الشقه ومتلهيه فيه. فاللي هو بنزل مثلا الشغل على السريع كده، في حاجات برضو بتفوتني ما بهتمش بيها. ما عنديش وقت اصلا بصراحه، وما كنتش شفت المنظر ده. انا لو شفت المنظر ده غصب عني عمري ما هقدر اسيبه بالشكل ده. فداخله بالصدفه كده اغسل كوبايتين، فلقيت المنظر ده، قلت لا ما بديهاش بقى، لازم ناخد تنظيفه حلوه كده، لان احنا كده يعتبر اهملناه. البهدله اللي فيه دي بهدله اسبوع مثلا او 10 ايام. عايزه انضفه بقى تنظيفه حلوه، هنديله تنظيفه عميقه كده مع بعض، ونخلي المكان كده بيلمع. احنا طبعا اتعودنا ان اي مكان بندخله بنجيبه حيطان، ارضيه، بيبان، شبابيك لو فيه. انتوا شايفين قد ايه المكان متبهدل، هيفرق طبعا بعد التنظيف. خلي ايدك في الحاجه اول باول، لان الحاجه اللي بتسيبيها بتتكركب وبتبوظ زي ما انت شايفه. شغلتك محدش هيشتغلها غيرك. هتسيبيها ترجعي تلاقيها مستنياكي زي ما هي. محدش هيعمل بدالك. زي ما انتم شايفين كده انا اهملت الحاجه، خلاص شكرا كده، انا مش فاضيلها او تعبانه او مشغوله او كده، غصب عني هرجع الاقيها الشغله برضو مستنياني زي ما هي. فقلت بقى كده ندي تنظيفه حلوه، وفي نفس الوقت برضه اصور لكم الروتين كده، ونخرج برضه من جو المطبخ وروتينات المطبخ اللي احنا بنعملها. نعمل برضه روتين تشجيعي كده، في بلبطه، في تنظيف، في حاجات زي كده زي ما انتم شايفين. الحمام صغير مش بياخد مني وقت. الروتين النهارده خفيف وبسيط كده وسريع. بس برضه ايه، روتين برضه قوي لان المكان متبهدل جدا. زي ما انتم شايفين كده ابتديت بالمرايه. نضفت المراية كويس ونضفت الحيطة اللي جنبها. نبتدي بقى ان احنا ننضف الحوض والارض، وكمان الفل اللي انا حاطاه على الباب بره ده، مكعب الفل ده انا بحطه على الباب بره عشان لو حد طلع من الحمام مثلا رجله مبلولة او كده ما يبهدلش الدنيا بره. هنغسل برضو الفلة دي لانها شالت تراب كده وبصمت مكان الرجل اللي طالع. آم، هندي بقى كده تنظيفة حلوة مع بعضينا. ما تنسيش طبعا لو عجبك الفيديو تشتركي في القناة وتحطي لي لايك جميل، وتقولي لي ربنا يعينك ويقويكي. وطمنوني كده في التعليقات على اولادكم عملوا ايه في الامتحانات. اليومين دول يومين امتحانات، وكمان بعمل مطبخ قلم منتال جديد، فعندي الدنيا مكركبة اخر كركبة، وبالرغم من كده بعمل لكم فيديوهات وبنزل كل يوم فيديو. فاتمنى تقدروا تعبي وتشتركوا في القناة. وطبعا محدش بقى يتريق على شكل الحمام وعلى الدنيا المبهدله دي او البهدله اللي موجوده في المكان. غصب عني والله العظيم يا ولاد، انا ربنا اللي عالم بيا، بنزل شغل وفي نفس الوقت كمان عندي كركبه في شقتي بسبب المطبخ وصنايعيه داخلين وطالعين، وكمان ايام امتحانات. اهتمامي كمان بولادي ومذاكرتهم واكلهم وشربهم. عايزه اقول لكم ربنا اللي عالم بحال الواحد عامل ازاي. فأتمنى تقدروا التعب ده ومحدش يتريق على شكل الحمام. مش مهم المكان بيبقى عامل ازاي، المهم ان احنا لما بندخله نلاقيه متبهدل وبنطلع منه بيكون عامل ازاي، يعني المهم النهاية. في الاخر الشكل بتاعه بيكون عامل ازاي. مهما تدخلي مكان متبهدل ومهما يكون عندك كركبة أو بهدلة، قومي واشتغلي. لمستك هتفرق في المكان، ولمستك هتبان طبعا، وفرق فرق المجهود اللي انت بتعمليه بيبان. وطبعا كل يوم بتعملي كل يوم حاطة ايدك في الحاجة بتفضل نظيفة وبتفضل كويسة. ولو أهملتيها أو اتبهدلت أو تعبتي أو اتشغلتي أو حصل أي ظروف، صدقيني برضو لما بتعملي الحاجة الفرق بيبان قبل من بعد. عايزة
عايزه اقول لكم هنا ابتديت ان انا ايه اشتغل عندي الشطاف بقى اليدوي دون ايده مكسوره بس شغال برضو مش هيقول لا. فاللي هو بنحاول نمشي نفسنا بالامكانيات الموجوده. زي ما انتم شايفين جبت علبه بلاستيك كده بتاعت غطا لمبه ليد وابتديت ان انا اخد بيها ميه وارمي او اشتغل بالشطاف دون لو الحته طايله مش طايل يرمي ميه زي ما رميت على المرايه كده مثلا جاب لي نص المرايه شطفها النص التاني ما طالش الشطاف ما طالش فبقيت ارمي بالكوبايه. زي ما انتم شايفين برضو ابتديت ان انا ارمي الميه اللي كانت موجوده في الجردل منها افضي الجردل عايزه اطلعه ومنها كمان الميه دي تبوش الطينه اللي في الارض علشان لما اجي انضفها تطلع معايا بسهوله. بس هو المكان برضو محتاج فلاش لان في حاجات كنت بدعكها ما كانتش بتنضف قوي. طبعا معايا سبونشة سفنج ومعايا كمان السلكة الخشنة علشان تدي تلميع وتنظيفها للمكان. ابتديت ان انا ادعك والحاجة اللي الاقيها ما بتنضفش اعيد عليها تاني واحط فلاش برضو وانضف علشان المكان يدي لمعة حلوة والفرق برضو يبان. عايزة اقول لكم ان انا يعني انا والله كنت مكسوفه من المنظر ده كل ما اتخيل ان ممكن يكون حد دخل الحمام ده غيرنا وشاف المنظر ده. يعني عايزه اقول لكم مثلا في حد بيدخل عند الحمام ده اللي هو قلت له يعني انت ازاي ما قلتليش ان المكان متبهدل كده؟ قال لي انا عارف يعني ايه الدوشه يعني الحاجات اللخماك واليومين دول والكركبه اللي عندكم الدنيا متبهدله خالص. فانا عارف ان انتي محتاسه وان انتي مفيش غيرك في المكان بيعمل فغصب عنك الله يقويكي. فانا بصراحه كنت مبسوطه ان يعني الشخص ده مقدر ان الواحد مشغول لان هو دايما مثلا عارف ان انا دايما بنظف وان المكان دايما نظيف ومش معنى ان هو اتوسخ مره ان انا اهملت. الحمد لله يعني اللي حواليا عارفين ان الحاجه لو ما انعملتش يبقى اكيد انا تعبانه او ما شفتهاش ما يعني اللي هو ايه يعني عيني ما جاتش على المكان بالمنظر ده وسبته لان انا ما بسيبش الحاجه وايدي في الحاجه على طول. وخصوصا اي مكان ممكن يكون مهبط للضيوف زي الصاله الحمام الحاجات دي لازم تتنضف برضو اول باول لان انت اللي داخل بيتك مش عارف ظروفك واللي داخل عندك مش عارف انت صحتك عامله ازاي. هل انت قادره تعملي ده ولا انت اللي بتهملي ولا انت ست نظيفه اصلا في طبيعتك ولا انت اللي مش نظيفه وهامله الحاجه. فلازم طول الوقت الحاجه تبقى نظيفه ومش هنقدر نمسك لسان الناس عن ان هم يطلعوا بره يقولوا دي ست مش نظيفه مش تقدري تمسكي لسانهم. فانتي غصب عنك لازم تخلي الحاجه دايما نظيفه مهما كانت حالتك او انشغالك او تعبك او اي حاجه في الدنيا انت لازم برضو غصب عنك تقدري تدوسي على نفسك. عايزه اقول لكم طبعا المحل تحت الشقه على طول فطبعا بقدر استخدم الحاجات اللي هي بتاعتي زي المساحه الفرشه اللي هدعك بيها صباني والصابون الاسبونشا اي حاجه انا كنت محتاجاها. لقيت المكان كده طلعت جبت كل ادوات التنظيف بتاعتي وقلت بقى ان انا امسك المكان اديله دعكه كويسه كده ونديله تلميعه وفي الاخر بس هسيب مساحه خاصه بالمكان. الفرشه برضو اللي على الارض على الكرسي دي خاصه برضو بالتواليت دون. هبتدي برضو ان انا انضف بقى الفل ده مكعب الفل ده لاني بحطه على الباب وهو طبعا متوسخ ففرصه بقى بما اني كده كده مبلبطين بقى ومغرقين الدنيا فنبتدي ان احنا ننضفه هو كمان. طبعا هدلق بقى عليه شويه بريل من دون وابتدي ان انا اشتغل فيه بالفرشه. بصوا مسافه ما حطيت عليه شويه الميه التراب اللي فيه طلع بس برضو في حاجات بتعلم فيه فهندعكه بالفرشه علشان خاطر ان هو ايه ينضف معايا تنظيفه حلوه. بصوا الله يعين كل واحد على حاله محدش عارف ظروف حد. مهما قلت لك عندي وعندي وعندي ما حدش برضو يعني ايه يعني محدش يعرف ايه يعني دواخل البني ادمين ولا حد يعرف ظروفهم ولا دنيتهم. انا عايزه اقول لكم محتاسه اخر حوسه بامانه الله انا محتاسه جدا جدا جدا. اتمنى تقدروا ده لان بجد يعني انا ما يهمنيش حته ان انت هتقولي هي سابت الحمام متوسخ ولا اتبهدل ولا كده بس يعني برضو يعني ايه يفرق معايا ان انت تبقى عارفه ضغط الشغل اللي الواحد فيه مع الامتحانات مع التصوير مع كل حاجه في الدنيا مع صنايعيه داخلين وطالعين وغصب عني وفي وسط كل ده برضو بصور. لان انا عايزه اقول لكم ان حمام زي ده مثلا ما ياخدش مني وقت لو انا ما بصورش هبتدي ان انا اتعامل وخلاص. لكن بما ان انا بصور فطبعا كل شويه لازم اظبط زاويه التليفون اشوف بيصور ولا ما بيصورش الكلام ده بياخد برضو وقت مني في المونتاج وان انا احمله وانزله على النت فبجد بياخد مني وقت
وقت وما ببقاش عايزه يعني ممكن ان انا اشتغل الشغلانه على السريع واعملها، بس ده هيخليني اكسل عن التصوير. فبقول لا مش مشكله، معلش نصور برضو ونعمل روتينات كده حلوه مع بعض، نشجع بعضينا. ومش عايزه حاجه تخليني ان انا اكسل يعني عن الشغله. بصوا ابتديت ان انا اشد هنا الميه اللي كانت موجوده بقى، فالتراب اللي هو كان في الارض باش معايا، بس الحتت اللي ما بتنضفش مش ما نطفتش اول ما حطيت الميه، زي اللي هي القاعده بتاع التواليت دي. القاعده دي لازم بقى تنتهك بفلاش. عايزه اقول لكم هنا برضو الموبايل ما كانش جايب الحته اللي فوق، انا كنت طبعا مسكت السبونج برضو وفضلت ان انا ادعك في الحيطان عشان لو فيها تراب او حاجه برضو ايه الدنيا تظبط. وتبقى نضيفة بقى. بصوا يبقى لمعنا المكان كله، الحيطان بتاعته والحوض والتواليت، هو اصلا المكان صغير مش هياخد وقت معانا في التنظيف، وبرده ما خدش مجهود. كده كده بقى هدومنا هتتبل، وكده كده بنبلبط، فكده يعني ايه نمسكه بقى كده نجيبه. انا عايزه اقول لكم انا ببقى واقفه فيه ايديا الاتنين طايلين الحيطان، هو ضيق، فاللي هو في ثواني هنكون نضفنا الحيطان بتاعته. وبعد كده الارض، فاللي هو خلاص يعني الدنيا بتخلص مننا في 10 دقايق ربع ساعه. الواحد بقى ما يكسلش عنه وكده. وحتى لو المكان كبير خليكي دايما ايه ايدك في الحاجه اول باول. ما تسيبيش حاجه وما تهمليش. حاولي دايما ان انت طول ما عينك شايفه حاجه مش مظبوطه تخلي المكان عندك اللي انت داخلاه مريح للعين كده، نظيف. انت نفسك تبقى مرتاحه، نفسيتك مرتاحه للمكان. عايزه اقول لكم انا خارجه من المكان ده وهو بيلمع، يعني مهما كان المجهود اللي انت بذلتيه، مجرد ان انت تشوفي المنظر ده في الاخر انت خلاص نفسيتك بتستريح. تعبك ما بتحسيش ان انت تعبانه، لان انت عملتي حاجه. تمام. وفي برضو حاجه، يعني ايه الواحد لما بيلاقي المكان متبهدل مهما يكون التعب اللي هو فيه غصب عنه بيقوم ويعمل، لان احنا ما بنرضاش، احنا كستات نظيفه ما بنرضاش نشوف حاجه متبهدله الا ونبتدي ان احنا ايه نعملها وتحط ايدنا فيها والكلام ده. يعني احنا من نوع النسوان الفراقه اللي هي بتفرك طول الوقت بتعمل. بس اهم حاجه ربنا يدينا الصحه كلنا ويعيننا على حالنا ويحسن ما بين ايدينا يا رب، احنا وانتوا والمسلمين جميعا. يعني يعني بصوا انا كنت اوقات كتير اصور للقناه واجي ايام الامتحانات بتاع الولاد وافصل خالص واهتم بقى وبتاع وكده. بس بصراحه في وسط كل اللي انا فيه ده في حاجات كتير تتصور وفي حاجات كتير مهمه تنزل للقناه. روتينات ما ينفعش الواحد يفوتها، وكمان ما ينفعش ان انا اصورها واخليها لبعدين، لان انا ما عنديش مساحه على التليفون. انا مساحه التليفون تسمح لي باني فيديوهين 3 بالكتير قوي اللي يتحفظوا. مش هقدر احفظ كل الفيديوهات دي، فبقيت احمل يعني اصور وانزل على طول اول باول. علشان كمان يعني الواحد تعبه ده ما يضيعش برضو. بصراحه ما ينفعش نلاقي حاجات كده وروتينات كده والدنيا كده وما ننزلش فيديوهات. عايزه اقول لكم في ناس بتقعد تقول لنا انتوا شقتكم اصلا بيتكم بتبقى نظيفه وانتوا بتعملوا وتكركبوا علشان خاطر تعملوا فيديوهات. يبقى تبقى الدنيا بقى مكركبه، يعني بتبقى تخيلي بقى الدنيا مكركبه كده مش هتعملي فيديوهات. فاللي هو لا خلاص نعمل بقى ونشارك بعضينا. بس اهم حاجه تطلعي من الفيديو متشجعه، حابه ان انت تقومي تخلصي شغلك، مثلا التليفون جنبك بيسليكي وانت بتعملي شغلانه، اللي هو ما يعطلكيش وفي نفس الوقت تستفادي. انا عايزه اقول لكم انا زيكم برضو بسمع روتينات كده كمان تحط تشجعني على شغلي وعلى حالي. بصوا بقى الفلاش جميل ازاي، حلو برضو كده بينظف الحاجة، بيخليكي المنظفات الحمد لله عملت لنا حتة ان احنا نوفر على نفسنا مجهود كتير. كنا بنفضل ندعك ان كان في سيراميك او في مواعين او في هدوم او في اي حاجة في الدنيا، كنا بندعك جامد جدا عشان نوصل للدرجة المطلوبة من النظافة. الحمد لله دلوقتي ده بقى يوفره لنا المنظفات من غير ما نتعب من غير مجهود. فيعني ربنا يبارك له اللي اخترع المنظفات ايا كان هي ايه. بحس بده لما بيكون عندي حاجه فيها دهون واجيب حاجات منظفات للدهون والكلام ده. فالحمد لله ربنا دايما يوفقهم ان هم يعملوا حاجات تعيننا على حالنا، لان احنا كل يوم بنعمل وكل يوم في شغل وكل يوم عمال اكل وكل يوم ترويق وكل يوم تنظيف. فبمجرد ان هم يسهلوا علينا الدنيا كده، يعني مش عايزه اقول لكم يعني بجد بدعي لهم ربنا يسهل عليهم حياتهم زي ما بيسهلوا علينا الدنيا. زي ما انتم شايفين الحمد لله بمجرد ان انا حطيت الفلاش واديت دعك للسيراميك، السيراميك بقى عامل ازاي، كل التراب والطين والبقع والحاجات اللي فيه نطفت، فواصل السيراميك كمان نطفت. عايزه اقول لكم هو احنا لما كان بيعملوا الحمام ده كانوا عاملينه من بواقي السيراميك بتاع يعني كذا شقه موجوده في البيت. ده معمول في بدروم، فاللي هو اتعمل في الاخر خالص بعد ما عملوا كل الشقق، فده كانت سيراميك اللي هو باقي من كل فيلم اغنيه، يعني من الاخر من كل
كل شقة سيراميكا شكل، فاللي هو إيه يعني قُلنا نمشّي حالنا بيه نعمله، وفي نفس الوقت ما نكونش اشترينا، لإن هو أصلًا مساحته صغيرة جدًا مش واخد بتاع 8، 9 سيراميكات بالكتير كلّهم على بعضهم، وفي نفس الوقت يعني شغّلنا نفسنا بالموجود. اللي هو إيه، يعني أنتِ وإمكانياتِك هتعرفي تعملي كل اللي نِفْسِك فيه، مش شرط إن حاجة تحبطِك أو حاجة توقّفِك، أو إن أنتِ تكوني مضطرة إن أنتِ تشتري حاجة حاجة كتير بمبلغ مثلًا أو حاجة مش موجود معاكِ، لأ مشّي حالِك، ما فيش مشكلة. المهم أهم حاجة في الحاجات دي النضافة. أنا عندي بالنسبة لي مثلًا ماشية بالمبدأ ده، مش مهم عندي مثلًا ألوان السيراميك إيه، المهم إن هو نضِف أهو بقى زي الفل. كمان باعمل كده في الهدوم، مش شرط تكون على الموضة أوي، المهم تكون نضيفة مش مبقعة مش مقطعة، مش شرط بقى إن هي تكون على الموضة وإن أنا أكون ماشية لابسة أحسن حاجة في الدنيا يعني، ماركة بقى وبتاع، لأ يعني اللي هو بنمشّي حالنا، إحنا ستات بيوت يعني وفاهمين إنه يعني أنتم فاهمين قصدي، أنا قصدي على إيه، إن إحنا نوفّر لعيالنا ولمستقبلنا وبنستخسر في نفسنا عشان خاطرهم، فاللي هو نمشّي نفسنا بالموجود. ده كان الشكل بقى بعد ما خلّصت تنضيف والحمد لله. أشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله على خير تشجيعي كده، بس حطّوا لي اللايك. مع السلامة.